اليوم سنتحدث عن إدارة الفتق البطني المعقد. الفتق هو حالة تؤثر بشكل شائع على جميع فئات المجتمع وجميع الأعمار أيضا، لا يستثني أحدا، من الأطفال حديث الولادة إلى كبار السن جدا، جميعهم يتأثرون بالفتق. الآن الفتق عادة ما يكون اضطرابا بسيطا جدا لإدارته، ويمكن إدارته عن طريق الجراحة المفتوحة أو التنظير البطني أو الجراحة الروبوتية. ولكن مع ذلك فإن الفتق البطني المعقد صعب جدا في العلاج. بعض المرضى يخضعون ل5 أو 6 عمليات جراحية في جدار البطن، مما يجعله ضعيفا جدا، ويمكن أن تحدث فتوق كبيرة. أحد هذه الفتوق يسمى فتق فقدان المجال. الآن فكر في تجويف البطن وتجويف الفك. إذا كان حجم تجويف الفتق أكبر حتى من تجويف البطن فإنه يسمى فتوق فقدان المجال. الآن هذه الفتوق صعبة جدا في التعامل معها، لأن إذا قمت فقط بإعادة محتوى الفتق إلى جدار البطن وإغلاقه بسبب الضغط، سيجد هؤلاء الأشخاص صعوبة كبيرة في التنفس، مما يؤدي إلى حالة تسمى متلازمة الحيز البطني، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة. لذلك نحتاج إلى القيام بمناورات معقدة وتشريح وتقنيات تم إنشاؤها خصوصا لعلاج مثل هذه الاضطرابات. لدينا العديد من الطرق التي تسمى بفصل المكونات والهواء البريتوني قبل الجراحة وحقن توكسين البوتولينوم. كل هذه إجراءات تقنية جدا ولا يمكن القيام بها إلا في مراكز التميز التي تتمتع بمستويات عالية من التدريب والخبرة في هذه الاضطرابات. الآن كيف يمكن تنفيذ هذه الإجراءات؟ نعم، يمكن القيام بها عن طريق الجراحة المفتوحة، ويمكن القيام بها عن طريق الجراحة الروبوتية، ويمكن القيام بها عن طريق المنظار. الآن لماذا تعتبر الفتوق المعقدة صعبة العلاج جدا؟ الفتوق المعقدة صعبة العلاج جدا كما قلت. أولا، يمكن أن تتسبب في متلازمة الحيز البطني. ثانيا، بسبب العمليات الجراحية المتعددة السابقة سيكون هناك التصاقات واسعة للأمعاء بجدار البطن، مما يجعل العلاج صعبا جدا ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات متعددة إذا لم يتم بشكل جيد. ولكن هنا في معاهد أبولو لجراحة الفتق وإعادة بناء جدار البطن، بسبب خبرتنا وتركزنا على مجال معين فقط، نحصل على العديد من الحالات المعقدة التي تحقق نتائج جيدة جدا. ولدينا كل البنية التحتية هنا لعلاج الفتوق البطنية المعقدة بشكل جيد. شكرا لكم.